السلام عليكم ويا اهلا فيكم في قناة عاصفة التقنية. بهذا الفيديو راح اتعرف معكم على شرح تطبيق كانفا، فاذا كنت مهتم في محتوى الفيديو تابع معي الفيديو للنهاية، واذا كنت مهتم في محتوى القناة لا تنسى تشترك في القناة وايضا تفعل لنا زر الجرس او زر الاشعارات لحتى يوصلك جديد شروحاتنا، وايضا لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك. وخلينا ندخل معكم في الشرح مباشرة. تطبيق كانفا من التطبيقات الرائعة جدا جدا لحتى تصمم فيها منشوراتك او صورك اللي بتنشرها على السوشيال ميديا، او بامكانك انك تصمم من خلاله اعلاناتك، الستوري، فيديوهات قصيرة، كل شيء بامكانك انك تعمله من خلال هذا التطبيق. والجميل انه هذا التطبيق سهل جدا جدا، يعني ما مالك بحاجه الى اي خبره حتى تعرف تستخدم هذا التطبيق، لانه هو بالنهايه ما تطبيق فوتوشوب فيه كثير تعقيدات وانت لازم تبدا كل شيء من الصفر. بالملخص تطبيق كانفا هو فيه الاف القوالب الجاهزه لكل انواع المنشورات وبجميع المقاسات. انت فقط بتعدل هاي المنشورات بما يتناسب معك وبتاخذها بشكل بسيط. فتطبيق كانفا بينفعك لو انت شخص مبتدئ وما عندك خبره في التصميم، فبامكانك انك تصمم من خلال كانفا. ايضا بينفعك لو انت شخص بدك تصاميم سريعة، فبإمكانك أيضا أنك تستخدم كانفا لحتى تعمل تصميم أكثر من رائع وبأقل وقت ممكن. على العموم أول ما تفتح تطبيق كانفا وتسجل دخول راح تلاحظ أنه راح يظهر معك بهذا الشكل. راح تلاحظ أنه عم يظهر لك كثير منشورات مقترحة أو كثير صور أو تصاميم مقترحة لحتى تستخدم أي واحد بيناسبك. لو بدك تبحث عن شيء هو ببالك أنت عم تدور عليه بشكل مباشر، بإمكانك من خلال هي القائمة أنك تتوجه له بشكل مباشر. فلو رحنا مثلا على سبورة بيضاء راح نلاحظ أنه هون بإمكانك أنك تعمل تعتبر كأنه عندك سبورة فعليا وعم تشرح عليها شيء، فأي شرح بدك تبسطه من خلال صور فبإمكانك أنك تعمل هذا الشيء من خلال تطبيق كانفا. بنلاحظ هون مثلا عندنا المايند ماب اللي هو الخرائط الذهنية، بإمكانك أنك تعملها من خلال هذا التطبيق. طبعا سواء كان بدك تعمل هذا التصميم أو هذا الشرح لأشخاص أو لا لك، بإمكانك أنك تستخدم هذا التطبيق لحتى تعمل هذا التصميم. طيب ايضا عندنا غير السبورات البيضاء تصاميم السوشيال ميديا بشكل عام، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، قصص انستغرام، حالات واتساب، كل شيء بإمكانك أنك تصممه من خلال تطبيق كانفا وتستخدمه بدون أي مشاكل، سواء كان صور أو فيديوهات. فبنلاحظ أنه بإمكانك أنك تعمل حتى بانر لليوتيوب أو صورة مصغرة لليوتيوب أو غلاف للفيسبوك، كل شيء بإمكانك أنك تعمله من خلال قسم السوشيال ميديا. العروض التقديمية هي خاصة بالأعمال بشكل عام، فبيكون فيها لو أنت بدك تعمل إحصائيات، تعمل أي منشورات تدل على البزنس أو الشركة الخاصة فيك، فبإمكانك أنك تستخدم هذه التصاميم، فراح تكون مناسبة جدا لأصحاب الأعمال بشكل عام. عندك أيضا فيديوهات لو بدك تصمم شيء خاص بالفيديوهات، سواء كان مقاطع فيديو قصيرة، حالات واتساب، أي شيء بإمكانك أنك تصممه من خلال هذا التطبيق. وعندنا القسم الأخير اللي هو المواقع الإلكترونية، لو بدك تصميم جاهز لموقع إلكتروني بإمكانك أنك تشوف هون التصاميم الخاصة بالمواقع الإلكترونية. وعندك هون في قسم المزيد، يعني مزيج من جميع أنواع الصور يلي ما ممكن أنك تلاقيها في الأقسام السابقة، فبإمكانك أنك تلاقيها هون وبمقاسات مختلفة جدا جدا على حسب ما يتناسب معك. بإمكانك أنك تلاقي مثلا مخططات وتقويم، منشورات مضحكة، مقترحات، جدول، حصص، خرائط المفاهيم او اللي هي المايند ماب. فراح تلاحظ انه في عندك كتير تصاميم هون بامكانك انك تستخدمها. ولو انت عم تبحث عن شيء معين بشكل مخصص، يعني لو انت بدك مثلا منشور انستغرام، فبتكتب مثلا منشور بهالطريقة انستغرام بهذا الشكل، فراح تلاحظ انه راح تلاقي المنشور الانستغرام الخاص فيك في بهذا المكان. طبعا نفس الشيء لو بدك شيء عن الطبخ فبتكتب مثلا طبخ، راح تلاحظ انه في منشور او تصميم شبيه او بيساعدك على الطبخ. فراح تلاحظ انه عندك اكثر من 11,000 قالب مقترح. نضغط هون على عرض الكل، راح يورجيك كل القوالب المقترحة يلي بتناسب منشور مختص في الطبخ بشكل عام. مثل ما انكم ملاحظين بلشت تظهر معنا المنشورات. بنلاحظ انه عندك مثلا هون اللي هو مثلا مقطع قصير ممكن انك تشاهده وتعدله بما يتناسب معك، عن مثلا الأرز أو عن أي شيء أنت بدك إياه. فبنلاحظ هون مثلا اللي هو هذا الفيديو لو شغلناه بهذا الشكل، طبعا الآن ما بدي أعدله، بدي أشغل الفيديو بهذا الشكل. راح نلاحظ إنه بإمكانك إنك تاخذ هذا الفيديو تعدل الكلام يلي فيه، لو ضغطت على الكلام بإمكانك تحركه، تغير هذا الكتابة، تغير الفيديو ذات نفسه، تغير أي شيء بدك إياه من خلال هذا التطبيق. لو بدك مثلا منشور عن رمضان، عن أي شيء تاني، بإمكانك إنك تبحث عن منشورات جاهزة وتعدلها بما يتناسب معك. طيب خليني الآن نروح أخذ معكم تصميم ونشوف كيف بإمكاننا نعدل التصاميم بطريقة كتير سهلة. فعلى سبيل المثال أنا بدي مثلا صورة مصورة ليوتيوب، فبروح على قسم السوشيال ميديا،
او بامكانك انك تبحث بالاعلى عن صوره مصغره لفيديو جيمنج. لو كتبت جيمنج فراح يظهر لك صور مصغره للجيمنج او لاي شيء انت بدك اياه. بامكانك من خلال مربع البحث اللي بالاعلى انك تاخذ تصميم جاهز وتعدله بما يتناسب معك. الان راح اروح انا على مثلا القسم الخاص بالصور المصغرة الخاصة بيوتيوب. مثل ما كنتم ملاحظين راح اضغط على عرض الكل بهذا الشكل، راح تعرض لي كل الصور المصغرة الموجودة والخاصة بيوتيوب. طبعا راح نلاحظ انه في عندي كتير منشورات خاصة بيوتيوب او صور مصغرة بامكاني استخدمها صورة مصغرة ليوتيوب. فلهيك بإمكانك من خلال القسم يلي بهذا المكان إنك تبحث أو تفلتر نوعا ما الصور يلي عرض لك إياها كانفا لحتى تختار الشيء يلي بيتناسب معك أنت فقط. يعني في عنا كثير من نماذج الصور اللي بإمكاننا أن نستخدمها في يوتيوب. طبعا تطبيق كانفا ما هو مجاني بالكامل. تطبيق كانفا فيه قسم مجاني وقسم مدفوع. لو بدك تستخدم كانفا بكل مميزاته لازم تشترك في القسم المدفوع. لو بدك تستخدمه بشكل مجاني هذا الشيء ممكن، ولكن ما راح تحصل على كل شيء. ملاحظ انه عندي هذا التمبلت او هي الصورة مقفولة او هي مدفوعة، لحتى استخدمها لازم اكون انا مشترك في كانفا برو. وايضا مثل ما انكم ملاحظين في عندي صور مجانية بامكاني اني استخدمها. فعلى سبيل المثال خلينا ناخذ وحدة من هي الصور ونجرب نعدل عليها، ولكن بدنا شيء يتناسب. خلينا نروح مثلا على صورة مصغرة على يوتيوب بهذا الشكل حتى يفلتر لي شوي الصور. مثل ما انكم ملاحظين راح اخذ مثلا هي الصورة بهذا الشكل. طيب مثل ما انكم شايفين جاب لي كل التصاميم وكل شيء منضاف على هي الصورة. راح نلاحظ انه كل صغيرة وكبيرة بهي الصورة بامكاني اني استخدمها بدون اي مشاكل. يعني مثلا علامة الاستفهام اللي بهذا المكان لو نقرت عليها بنلاحظ انه هي مضافة بشكل منفصل، بامكاني اني احركها او اني احذفها، ادورها بشكل يمين يسار، اكبر حجمها، او مثلا لو بدي امسحها بشكل كامل بامكاني اني ازيلها واروح جيب مثلا شيء ثاني. لحتى اجيب شيء ثاني بضغط على علامة البلس اللي بهذا المكان. راح نلاحظ انه في عندي كثير شغلات بامكاني اني اجيبها، سواء كان صورة، نص، فيديو، كثير شغلات بامكاني اني اجيبها. مثلا لو انا بدي مثلا بدل علامة الاستفهام علامة تعجب. طبعا المميز في تطبيق كانفا انه هو عربي، بامكانك انك تبحث عن اي شيء بدك اياه بالعربي. فراح اقول له مثلا تعجب بهذا الشكل، او نكتب، او بامكانك انك تكتب علامة تعجب. فنضغط على بحث بهذا الشكل. طبعا هون بالبداية راح يظهر لك القوالب، فما في قالب باسم تعجب. انت بتروح تضغط على العناصر لحتى يظهر لك كل شيء ملصقات وايقونات فيها علامة تعجب. بنروح مرة ثانية على البحث لاني راح البحث عن تعجب. نضغط مثلا نكتب بهذا الشكل تعجب او علامة تعجب حسب ما يعني نفس الشيء، الاثنين راح يظهر معك. مثل ما انكم ملاحظين هو بالمقترح مباشر اظهر لي علامة او اشارة تعجب. راح اكتب مثلا تعجب انا فقط، ما في مشكلة. راح لاحظ انه راح يظهر لي كثير من علامات التعجب، منها مثلا تصاميم جرافيك راح يضيف لك اياها كلها بقسم واحد. لو كان صور عادية فبيجيب لك صور فيها علامات تعجب. لو كان فيديوهات نفس الشيء. لو كان صوتيات، لو كان رسومات بيانية بإمكانك إنك تستخدمها. فغالبا إشارة التعجب بتكون مثلا بتصميم، هي عبارة عن تصميم جرافيك لأن هي عبارة عن ملصق منفرد. فراح آخذ مثلا هي علامة التعجب. طبعا مثل ما ذكرت بتلاقي في عندك البرو، لازم تكون مشترك بالبرو حتى تقدر تستخدمها. وفي عندك المجانية يلي ما بيكون محطوط عليها شيء. فبإمكاننا طبعا ناخذ هلا البرو. لو ضغطنا عليها راح يعطينا اياها، ولكن لما نصدر الصورة راح يكون في عنا مشكلة انه لازم نشترك لحتى نقدر نستخدمها. مثل ما انكم لاحظين ناخذ علامة التعجب، بنكبرها، بنصغرها، بنجيبها بالشكل اللي بدنا اياه. راح اعزفها لحتى ما نشوش الصورة كثير. هاي الملصقات نفس الشيء بإمكانك انك تجيبها. لو رحت ايضا على قسم الإضافة بهذا المكان ورجعنا بهذا الشكل على الكل محل ما كنا في البداية، ورحنا كتبنا مثلا ايموجي بهذا الشكل، فراح تلاحظ انه في عندك قسم خاص بالايموجي. بامكانك انك تستخدم اي نوع من انواع الايموجي اللي بتتناسب معك. ايضا في عندنا طريقة تانية لحتى نجيب فيها ايموجي لسه افضل من هدول، راح اورجيكم اياها لاني صراحة يعني الكانفا فيه اضافات كتير حلوة، راح نشوفها بعد شوي. بامكانك انك تجيب شغله من معرض الصور الخاص فيك. لو انت حملت ايموجي من اي مكان خارجي من النت بامكانك ايضا انك تستخدم هذا الايموجي بدون اي مشاكل. فمن خلال الضغط على معرض الصور تضغط عليه وبتسحب الصورة الخاصة فيك من الاستوديو الخاص بهاتفك. طيب خلينا نروح الآن على النصوص ونشوف قديش في عنا نصوص بإمكاننا نستخدمها بخطوط أكثر من رائعة. يعني صراحة مميز جدا تطبيق كانفا بموضوع الخطوط. نفس الشيء في عنا البرو وعنا المجاني، والمجاني متوفر بشكل عام بكل الأقسام بشكل وفير، يعني لو بدك تستخدم فقط بشكل مجاني. راح لازم عنا مثلا هذا النص اللي هو بشكل مضاء، لو اخذناه نقرنا عليه بامكاننا ان نستخدمه. طبعا هو ما متناسب مع هذا التصميم ولكن نحن عم نجرب. فمثل ما كنتم ملاحظين هذا النص نحن اخذناه. طبعا الان لو انت بدك تغير الكلام او الكتابه بامكانك انك تعمل هذا الشيء بكل بساطه. لو كتبنا مثلا مرحبا
راح نلاحظ انه استمر بنفس الخط والخط بقي مضاء، ولكن اللي اختلف اللي هو الكتابة بالعربي. خلينا نسحبه بهذا الشكل لهذا المكان لحتى يكون واضح عليكم كيف ظهرت. مثل ما انكم ملاحظين الآن أنا كتبت وعدلت النص وما اختلف لا تصميم ولا لون ولا أي شيء بالنص، سواء كان بالعربي أو بالإنجليزي. نفس الشيء راح نلاحظ هون مثلا عندك النص المضاف الأساس على الصورة بإمكانك أنك تعدله لو حذفناه بهذا الشكل وكتبنا مثلا كيف حالكم أصدقائي بهذا الشكل، راح نلاحظ إنه الموضوع تمام ورجع بنفس الطريقة. لو إنه التصميم لو إنه أخذ مثلا بالطول أو بالعرض بإمكانك إنك يعني تضغط على أي تصميم أو أي نص أو تحركه بحسب ما يتناسب معك. لو بدنا نكبره شوي نصغره ناخده بالطول بالعرض، بإمكانك إنك تعمل كل هذا الشيء كأي تطبيق فوتوشوب أو تطبيق تصميم صور ثاني. طيب خلينا نروح نشوف إيش في لسه إضافات رائعة جدا موجودة بتطبيق كانفا. لو سحبنا هيك للأخير راح نلاحظ في عنا تطبيقات. لو نقلنا على هذا الزر اللي هو خاص بالتطبيقات راح نلاحظ انه تطبيق كانفا مدمج مع كتير تطبيقات اخرى راح تساعدك بانك تستخدم كانفا بتصاميمك ويعطيك كفاءة اعلى بكتير. مثلا بامكانك انك تستخدم الكيو ار لحتى تعمل كيو ار وتضيفه على الصورة الخاصة فيك. خلينا نغير اول شيء التمبلت ونروح نجيب شيء له علاقة بالكيو ار. راح نطلع من هذا التصميم ونروح نجيب تصميم اخر لحتى نوضح موضوع الكيو ار كيف يشتغل. على سبيل المثال انا كنت قبل شوي عم جرب هذا التصميم واللي كان فيه تصميم الكيو ار. راح لاحظ هذا التصميم فيه علامة كيو ار او رمز كيو ار، بامكانك انك تعدل هذا الكيو ار وتضيفه بهذا المربع. مثل ما انكم ملاحظين الان جاب لي كل الشغلات اللي لها علاقة بالتصميم. طبعا لو انا بدي اشيل هذا السهم بهذا الشكل واضيفه بهذا المكان مثلا لحتى ما يشوش علينا، الان بنلاحظ انه في عندي هون كيو ار. بامكانك انك تعدل هذا الكيو ار او مثلا انك تحذفه وتضيف الكيو ار الخاص فيك. راح نحذف هذا الكيو ار، روح اصنع الكيو ار الخاص فيني. بنضغط على علامة بلس مثل ما تعودنا، بنروح لاخر الشيء بنضغط على تطبيقات ونضغط بعدها على خيار رمز كيو ار. الان هون بيقول لك ضيف النص او الرابط للي انت بدك يظهر لما الشخص يصور الكيو ار. لو انت عم تصمم منيو لمطعم على سبيل المثال فبامكانك مثلا انك تضيف رابط المنيو الالكتروني الخاصه بالمطعم. فانا على السريع راح اكتب اي شيء مثلا بهذا الشكل. راح تلاحظ كل ما عم تضيف حرف عم يتغير الكيو ار على حسب الشيء اللي انت ضيفه. مثلا نفترض انه انا هذا هو الرابط الخاص فيني، فبعد ما قمت ب يعني كتابة الرابط أو الشيء اللي أنا بدي يظهر بهذا الكيو آر لما أي شخص يصوره، راح أضغط على إنشاء رمز الكيو آر بهذا الشكل. راح لازم أعطاني رمز الكيو آر، بإمكاني إني أحركه وأضيفه بالمكان يلي بدي إياه بالتصميم يلي أنا عم أشتغل عليه. أيضا في عنا شغلات تانية غير الكيو آر، يعني صراحة مضاف كتير شغلات إضافة إلى كانفا، منها مثلا الإيموجي أو القسم الخاص بالإيموجي يلي ما موجودة في العناصر أو الملصقات اللي تبحث عنها بالنسبة للإيموجي. ايضا عندك غير الايموجي هذا في عندك تطبيق اللي هو خاص اللي هو بيت موجي او بيت موجي. هذا التطبيق لو بتعرفه هو تطبيق طبعا متوفر الاندرويد، بامكانك انك تعمل ايموجي خاصه بصورتك الشخصيه انت. لو نقرت الان على استخدام، لو انت عندك مستخدم بيت موجي وعامل كاركتر خاص فيك، بامكانك انك تستخدم هذا الكاركتر مع كانفا بتصاميمك بدون اي مشاكل. عندك ايضا بيكسلس اللي هو تطبيق اللي بتاخذ منه صور مجانيه، بامكانك انك تبحث في بيكسلس عن اي شيء. مثلا لو كتبنا ابحث لي عن فون او عن هاتف، فبامكانك انك تجيب صور لها علاقه بالهواتف من بيكسلس وايضا مجانيه وبدون اي مشاكل. مثل ما انكم ملاحظين بلش بيكسلس يطلع لي الصور يلي فيها هواتف، فيعني هي ايضا اضافه رائعه مضافه لتطبيق كانفا. صراحه هون بامكانك انك تلاحظ انه في كتير شغلات بامكانك انك تستخدمها وتربطها مباشر مع كانفا وتستخدمها بدون اي مشاكل. خرائط، يوتيوب، ايموجي، كتير شغلات ممكن تكون انت بتعرفها، ممكن تكون لا انا ولا انت ما بنعرفها، ولكن في اشخاص بيعرفوها وراح يستفادوا منها بشكل كبير بتطبيق كانفا. هي بالنسبه للتطبيقات او الاضافات المضافه لتطبيق كانفا. طبعا هون بامكاننا نلاحظ انه اي شيء بننقر عليه راح تظهر لي هون قائمه في الاسفل كل حسب الشيء اللي انا ضفته. لو كان كيو ار فراح يظهر لي الخيارات الخاصة فيه، لو كان مثلا نص فراح يظهر لي الخيارات الخاصة بالنص. بنلاحظ مثلا هون بالنص بإمكاني إني أضغط على تعديل وأعدل هذا النص، مثلا أكتب أي شيء تاني، مثلا أكتب طبعا راح أنا أكتب أي شيء بشكل سريع لحتى ما أطول عليكم الفيديو. لو نقلت مثلا على السهم وأنا كان هذا السهم مثلا بده يغير لونه للون تاني، راح نلاحظ إنه هو بالأساس لون هذا السهم مثلا بنفسجي والحد الخاص فيه من الخارج اسود. بامكاني انا مثلا اعمل اللون احمر وليس بنفسجي، فبامكانك انك تختار من قائمه الالوان هون او تنقر على هذا المكان
وتختار اللون اللي بدك اياه. على سبيل المثال انا راح اختار الاحمر، بدي السهم يصير باللون الاحمر، فمثل ما انكم ملاحظين صار السهم باللون الاحمر. الان انا بدي الحواف اللي حواليه مثلا ما تكون باللون الاسود، تكون مثلا باللون الاصفر، فبضغط بهذا الشكل وبروح على اللون اللي انا بدي اياه. لو عندك كود لون بامكانك انك تلصقه في المكان المخصص لكود اللون بهذا المكان. مثل ما انكم ملاحظين الان اصبحت الحواف باللون الاصفر. طبعا راح مثلا نضيفها ازرق تتحول للون الازرق، فحسب ما انت بدك. ايضا عندك تاثيرات وقاص، بامكانك انك تعمل انعكاس، مثلا لو بدك السهم ينعكس بالعكس يصير يشير الى مكان اخر، مثل ما انكم ملاحظين انعكاس افقي عمودي لفوق لتحت بالشكل اللي انت بدك اياه. بامكانك انك تضيف له حركه او شفافيه او انك تعدل فيه كل التفاصيل اللي انت بدك اياها. بالنسبه للنص نفس الشيء، بامكانك انك تعدل الوان، تعدل نوع الخط، حجم الخط، كل شيء بامكانك انك تعدله. مثلا كلمه مرحبا هون انا ما عجبني الخط الخاص فيها، بامكانك انك تبحث عن خط مثلا تعرفه او حافظان اسمه، او انك تختار من قائمه الخطوط وتجرب الخط اللي بيناسبك. مثلا لو اخترنا هذا الخط مثل ما انكم ملاحظين بتظهر معي كلمه مرحبا بهذا الشكل. لو اخترنا مثلا خط ثاني، لو لنفترض انه هذا الخط مثلا، راح نلاحظ انه ايضا الخط تغير. طبعا بامكانك انك تختار الخط اللي بيناسبك، وبعدها بتضغط على تغيير الخط، بيتم تغيير الخط مباشره وبيصبح معك النص بهذا الشكل. وطبعا كل شيء له اعداداته وخياراته. وراح نلاحظ انه التصاميم اللي بتاخذها من كانفا بامكانك انك تعدل كل شيء فيها، حتى الخلفيه مثلا لو بدك تغير لونها للون ثاني مثلا، بإمكانك أنك تغير هذا اللون بدون أي مشاكل. لو بدك تغير مثلا لون البطاقة البيضاء اللي بهذا المكان، أو تغير هذا المربع تعمله دائرة، بإمكانك أنك تعمل هذا الشيء. بإمكانك أنك تغير كل صغيرة وكبيرة بأي تصميم موجود على كانفا. فصراحة تطبيق أكثر من رائع، راح يسهل عليك كثير إنشاء تصاميمك، إعلاناتك، منشوراتك على السوشيال ميديا. راح يكون عندك منشورات بشكل مستمر بدون أي مشاكل. حتى لو رحنا على القائمة من هذا المكان راح نلاحظ إنه في عندنا شوية مميزات مضافة لكانفا، منها منسق المحتوى. فراح تلاحظ انه بامكانك انك تضيف او تجدول منشورات على منشوراتك مثلا على الانستغرام. لو انت عندك حساب انستغرام مثلا، في كل يوم بمناسبة معينة لازم تنشر منشور مثلا، بامكانك انك تعمل هذا الشيء. راح تلاحظ انه عندك هون العلامة التجارية من الادوات، طبعا هي مدفوعة، ولكن بامكانك انك تضيف شعارك يظهر على كل صورة، او اللوجو تبعك يظهر على كل صورة بتنشرها او بتقوم بتصميمها على كانفا. راح تلاحظ انه عندك ايضا السمارت موك اب اللي هو هذا الخيار. راح تلاحظ انه بهذا القسم بامكانك انك تعمل شغلات اكثر احترافية او متقدمة شوي، مثلا انك تطبع على كاسة لوجو او اي شيء، او انك تعمله على منتج، سواء كان هذا المنتج هاتف، لابتوب، ساعة. مثل ما كنا ملاحظين في عندك كثير شغلات بإمكانك انك تعملها. مثلا لو ضغطنا على مطبوع، بإمكانك انك تطبع هي الشغلات، مثلا اللوجو او الشيء على كتاب. تعبئة او تغليف، راح تلاحظ انه مثلا انت بامكانك انك مثلا تطبع اللوجو على مثلا هاي العلبة اللي مثلا بهذا الشكل. خلينا ندخل على المنشور حتى يكون الموضوع اوضح. خلينا ناخذ مثلا اي واحد من هاي المنشورات. لو كان مثلا هذا المنتج مثلا زيت مثلا، خلينا ناخذ هذا المنتج. تمام. راح تلاحظ انه بامكانك انك تطبع اللوجو الخاص فيك على هذا المنتج وتعمل له تعديل بما يتناسب معك وتصممه. راح نلاحظ انه هو مجاني، راح نضغط على تحديد لحتى نستخدم مثلا اللوجو الخاص فينا. لنفترض انه انا هذا هو اللوجو الخاص فيني، وراح اضغط على تحديد. راح نلاحظ انه هو راح يقوم بتغيير اللوجو للوجو يلي انا ضفته. طبعا انا هو ما لوجو هذا، ولكن انا بورجيك كيف النموذج بيشتغل. بامكانك انك تضغط على تعديل الصورة، تقصها مثلا لو شفتها كبيرة صغيرة، تدورها، تعملها اي شيء بدك اياه، بعدها ترجع تستخدمها مرة ثانية بدون أي مشاكل. طبعا بإمكانك أنك تطبق هذا الشيء على كثير من المنتجات، على كثير من الأشياء. بإمكانك أنك تقوم بعمل هذا الشيء من خلال سمارت موك أب. فصراحة تطبيق كبير كتير. حتى لو لاحظت عندك هون إنشاء فريق، بإمكان إنه أكثر من شخص يشتغلوا على نفس التصميم، يعني بنفس اللحظة بإمكانك أنك تعطي المشروع لشخص أونلاين وهو يشتغل، وأي تحريك فبيظهر أمامك مباشر على تطبيق كانفا. بس هذا هو كان كل الأشياء المهمة بتطبيق كانفا. بتمنى يكون الجميع استفاد من الفيديو. لو استفدت لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.